اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. هعمل معاكم النهارده اكل شعبي بقى. الغدا بتاعنا يبقى شعبي النهارده. قلنا بقى ايه كده نغير بقى، سيبنا من اللحمه والفراخ والكلام ده. مفيش احلى من الاكل الشعبي بصراحه. فانا هعمل معاكم بقى متبل البتنجان. انا كده قطعت البتنجانه بتاعتي تقطيعه وسط، مش عايزاها تبقى رقيقه قوي عشان لما نيجي نحمرها ما تتحرقش. تمام. فانا هقطع البتنجان بتاعي. انا عامله كميه، انت ممكن تقللي الكميه زي ما تحبي. تمام. كده خلاص انا قطعت البتنجانه بتاعتي. هبدأ بقى اقطع الطماطم. سامحوني بقى صوتي متغير خالص لان انا واخده دور برد كده جامد شويه، فسامحوني لو صوتي متغير شويه عليكم. تمام. كده بقى اقطع الطماطم شرايح. يا ريت بس يكون الطماطم بتاعتكم جامده شويه عشان تتقطع معاكم بسهوله. احنا برضو هنقلي الطماطم في الزيت زي ما هنقلي البتنجان. تمام. هي الطريقه بتاعه المتبل البتنجان دي مختلفه شويه عن البابا غنوج، حلوه جدا وطعمها لذيذ وتغيير عن الايه سلطه البابا غنوج اللي احنا بنعملها العاديه. كده خلاص انا اصلا غاسله الفلفل والبتنجانه ومقشره معايا توم برضو. كده هقلي البتنجانه بتاعتي هحمرها، بس احنا مش عايزينها تاخد لون غامق. تمام. كده اللون بتاعها ده حلو قوي. احنا مش عايزينها تحمر قوي لان كده كده المكونات دي كلها بتتضرب مع بعض. انا كده خلصت البتنجان. برضو هقلي الطماطم في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، نخليها تاخد لون خفيف كده، تدبل كده من كده. احنا بنقلبها على الناحيتين عشان تكون ايه خدت لون من ناحيتين. تمام. عايزه اقولك بجد متبل البتنجان ده لذيذ جدا وطعمه حلو وبيفتح نفسك مع الاكل الشعبي، وينفع مع السمك، ينفع مع المشاوي، حلوه جدا. كده خلاص هي بقت جاهزه كده معايا. هشيل الطماطم بقى. التوم بقى بتاعك بتكوني كده، انا عامله يجي 5 6 فصوص كده من التوم على حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها. تمام. ومعايا شطيطه، بس الشطيطه دي بارده، لو انت عايزاه تحطيها من اللي هي الحار ما فيش مشكله. ومعايا قرنين فلفل رومي برضو. هحمر بقى المكونات دي برضو واشيلها. كده خلاص الفلفل بتاعي اتقلى والثوم برضو. الثوم اديته لون ذهبي خفيف خالص زي ما انتوا شايفين كده، والفلفل برضو خد لون خفيف كده. انا بس بشيل الراس بتاعته دي اللي بيبقى فيها بذر. كده خلاص هحط بقى المكونات بتاعتي دي كلها في الكبه ونديها ضربه كويسه. انت ممكن تهرسيها كده بالهراسه او بايد اللي هو العادي، مفيش مشكله. بس انا هضربهم في الكبه لان انا عايزاها تبقى ناعمه المره دي. كده خلاص هنزل بالمكونات بتاعتي كلها في الكبه كله مع بعضه. انا بقى معايا التوابل بتاعتي. معايا معلقه ملح كبيره، طبعا الملح حسب الرغبه. تمام. معايا معلقه كمون كبيره، معايا نص معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه من الكزبره، ومعايا طحينه. الطحينه دي بقى على حسب عادي، يعني ممكن تزودي وممكن تقللي على حسب بقى الكميه اللي موجوده عندك، وعلى حسب برضو الكميه اللي انت عاملاها. ولو مش عندك طحينه ممكن ما تضيفيش، بس هي بتديها تيست عالي جدا بتبقى حلوه. بس لو مش عندك وعايزه تعمليها برضو هتعمليها وهتبقى حلوه جدا. جربتها مره من غير طحينه وكانت برضو حلوه، بس الطحينة بتخلي لها بتديها تست عالي كده وبتبقى لذيذة يعني. تمام. كده خلاص انا ضربتها ضربة كويسة جدا في الكبة. ولو مش عندك كبة ممكن تضربيها برضو في الخلاط، مفيش مشكلة خالص، مفيش حاجة توقفنا يعني. وممكن برضو بايدك خالص، بالهراسة، بايد الهول، بأي حاجة. كده خلاص اول طبق جاهز كده معانا من الاكل الشعبي. ده احلى طبق وده الطبق الاساسي اللي بيفتح النفس جنب اي اكل بصراحة. هديها بقى رشة كده بابريكا، ممكن تديها رشة شطة، بس انا حبيت احط بابريكا عشان اللي ما بيحبش الشطة.
وبكده بقى معانا احلى طبق متبل بتنجان، حاجه كده لذيذه. هنبدا بقى ايه بطبق الفول المقلي. هعمل معاكم فول مقلي بالبصل والطماطم، طريقه حلوه جدا. انا حاطه كده 3 معالق كبار من الزيت، ومقطعه بصل كده صغير هنزل بيه. اقلب البصل بقى بتاعي شويه كده لحد ما يحمر، بس ايه عايزينه لون ذهبي فاتح، ما يبقاش غامق قوي عشان ما يمررش كده معاكي في الاكل. تمام. اهم حاجه ياخد لون ذهبي فاتح. اقلب فيه بقى لحد ما ياخد اللون الكويس، ما تسيبيهوش عشان بس ما فيش شيء يتحمر وشيء لا. تمام كده خلاص. اللي انا وصلت للون اللي انا عايزاه، اللون الذهبي الفاتح، مش عايزاه يغمق عشان ما يتحمرش زي ما انا قلت لك. وحطيت عليه معلقه ثوم مفروم ناعم، اديهم بس تقليبه كده عشان ريحه الثوم كده مع البصل كده. وانزل بالطماطم على طول، انا مقطعه طماطم مكعبات. اديها بقى تقليبه كويسه كده معايا، واسيبهم كده يتسبكوا مع بعض. ممكن تضيفي معلقه فلفل لو حابه، بس انا ما ضفتش يعني، هي مش محتاجه، هي حلوه كده. اديها بقى معلقه كمون كبيره. هحط بقى معلقه صغيره خالص من الفلفل الاسمر، ما تكتريش في الفلفل الاسمر. تمام. يبقى كمون وفلفل اسمر وملح، طبعا الملح حسب الرغبه. لو انت عايزه تضيفي شطه تمام براحتك، بس انا مش حابه الاكل يبقى حار. اديهم بقى تقليبه كويسه كده، وبعدين ازودها شويه ميه. ازودها بقى كوبايه ميه كده من بتاعه الشاي الصغيره خالص. ايوه كوبايه ازاز اللي هي العاديه دي. هنسيبهم بقى 3 دقايق بس على النار، يعني مش هتسيبوهم اكتر من كده، 3 دقايق بالظبط، وبعدين ندخل الفرن. طبعا هنكون عملنا احلى طبق فول مقلي، بصراحه طلع لذيذ جدا. كده خلاص، بعد ما سبتهم 3 دقايق هنزل بقى بطبق الفول بتاعي. هديلهم بقى تقليبه كويسه، واسيبهم على النار دقيقتين مع بعض كده، وبعدين اقفل عليهم. هقلبهم بس الاول كده كويس مع بعض، واسيبهم بقى دقيقتين واقفل عليهم. كده خلاص انا قلبت كويس جدا. كده بقى بعد ما سبته دقيقتين على النار استوى وبقى جاهز جدا، والاكل بتاعي بقى جاهز. عملنا احلى فطار شعبي بيفتح النفس، احلى من اي حاجه بصراحه. انا حمرت بطاطس وقلت طعميه، وعملت سلطه جنب الفول والمتبل البتنجان. يا رب كده الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. يا ريت بقى متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه لو انتي مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.